الكسل صفة موجودة ومحببة عند كتير مننا، ودي حقيقة مش هنقدر ننكرها. لكن اللي منعرفوش إن الناس اللي ناجحة بشكل كبير في حياتها شوية ممكن تكون كسلانة برضه، ويمكن يكونوا مش بيشتغلوا طول الوقت زي ما احنا فاكرين. وده عشان هما فاهمين ومستوعبين قاعدة مهمة جدا، القاعدة اللي هي موضوعنا النهاردة، قاعدة 80-20. فإيه هي بقى القاعدة دي؟ قاعدة 80-20 أو بتسمى بمبدأ باريتو. دي بتتلخص في إن 80% من النتائج بيكون غالبا سببها 20% من الأسباب. المبدأ ده اتسمى على اسم عالم الاقتصاد الإيطالي فيلفاردو باريتو، اللي لاحظ إن 80% من الثروة في إيطاليا بيملكها 20% من السكان. ولها إن القاعدة دي تقريبا بتمشي مع كل حاجة. هتلاقي في الشغل إن 80% من الأرباح بيجي من 20% من العملاء والزباين، وهتلاقي إن في 20% من الموظفين بيقوموا ب 80% من أعباء العمل، و80% من ساعات العمل بتاعتك بتقضيها في 20% من المهام اللي وراك، و80% من مكالماتك بتكون مع 20% من اللي أساميهم متسجلة في الكونتاكت ليست بتاعتك. معظم الوقت بتلبس 20% من الهدوم اللي موجودة في دولابك. المهام الكتير اللي عندك، العائد الفعلي اللي بيعود عليك منها بيكون من جزء بسيط منها. اللي اتعلمناه واحنا صغيرين إن الجهد والعمل بجد هو مفتاح النجاح، ولكن مش دايما وفي كل الأحوال بيكون الجهد لوحده هو الطريق للنجاح. وعشان كده بنشوف حوالينا ناس كتير بتحقق نجاحات كبيرة من غير مشقة وتعب كتير. المهم إنك تقدر تحدد إيه هي الحاجات اللي أنت محتاج تركز جهدك فيها. يعني مثلا لو أنت عايز تبدأ بيزنس جديد، ففي حاجات كتيرة مهمة محتاج إنك تعملها في البداية، زي حساب معدل الطلب ودراسة السوق وإنك تحدد الموردين اللي هتتعامل معاهم. أنت عارف إيه اللي بيحصل بجد؟ في ناس ممكن تفضل أيام تدور على اسم للنشاط بتاعها، وأيام كتيرة بتدور على أفضل تصميم للوجو، وأسابيع بتدور على مكان ممكن يصلح كمقر للنشاط. يعني بيستثمروا 80% من وقتهم في حاجات مش بقدر عالي من الأهمية. أنت مثلا لو جيت تبدأ دايت، هتلاقي في ناس كتيرة بتبدأ تحسب أخدوا كام كالوري في اليوم، وتلاقيه واقف في السوبر ماركت بيقرا النيوتريشن فاكتس بتاعت كل حاجة بيشتريها، مع العلم إنه لو قرر مثلا إنه يبطل الليكويد كالوريز زي الكولا، أو إنه يخلي الخضار والسلطة مكون أساسي في الوجبة بتاعته، فالعائد هيكون أفضل بكتير. قاعدة 80-20 في جوهرها بتقول إن في أسباب قليلة بيكون ليها تأثير كبير، وإن القيم 80-20 مش قيم ثابتة، ممكن مثلا يكونوا 70-30 90-10. المهم إن مفهوم القاعدة يكون وصلك، وتكون فهمت إن مفتاح النجاح مش بس العمل بجهد ومشقة، ولكن العمل بذكاء أكتر. والعمل بذكاء معناه إنك تقدر تحدد إيه هي الأمور الأساسية اللي محتاجة منك إنك تركز فيها مجهودك. وده اللي إحنا عايزين نوصله من شرح مبدأ باريتو أو قاعدة 80-20. شكرا على المشاهدة، ونتقابل قريب إن شاء الله.